وأيضا الإعلامي الحالي أحمد شوبير خرج بتصريح حقيقة يعني غريب عجيب. يعني أنا أفهم أنك أنت رجل أهلاوي ومتعصب، لكن كونك رياضي وناقد رياضي وإعلامي وتخرج على التلفزيون الرسمي وتفتي بالرياضة، يا أخي مو معقولة تصدر بيان بطريقة هذه، تقول والله أنا مش فاهم ايه الهيصة والزيطة اللي عاملينها في حادثة ضرب حسين الشحات للشيبي لاعب البيراميدز. يا رجل ضرب كف وشتموا جهارا نهارا امام العالم وامام الملء، واخر شيء تغرمونه 800,000 جنيه، وجايني تقول لي والله ايه الهيصه والهذا وخلاص والعمليه انتهت وقدمنا شكوى امام لجنه التظلمات. والله لو كنت في مصر والله لا اتشرف ان اكون محامي الشيبي وارفع قضيه جزائيه ودعوه مدنيه على حسين الشحات وعلى النادي الاهلي، لانه هذا تصرف ان تم القبول فيه وان تم تفسيره وتبريره معناته اصبح صك لكل لاعب بالاهلي بالزمالك في اي نادي يخرج بعد الماتش بعد المباراه مباشره ويمسك اللاعب الاخر ويخبطه الكف ويقول له انت قليل الادب وانت مش محترم والوضع عادي. انتم ليش عاملين هيصه وزيطه؟ يا اخي انت لاعب محترم، كنت في السابق تلعب لنادي مصر لجمهورية مصر وباسم مصر. هذا تصريح لا يليق فيك حقيقة، لا يليق فيك ولا يليق أيضا بالإعلام والقناة اللي قاعد تخرج وتصرح من خلالها.